متربي لما لفت بس. السلام عليكم. هاي الفيديوهات اللي زمت تنشر، هاي الفيديوهات اللي تفرح القلب، هاي الفيديوهات اللي بالحق تأكد اللي الأمن التونسي مع المواطنين. الحمد لله. صحيح لازم في كل بلدان العالم تلقى كما يقولوا كعبات خارجين على الخزمة، لكن تبقى المتربي يقعد متربي. يقول القايل الراجل هذا في وسط كرهبته، راش الشخص هذايا الامني هذايا اللي هو يصور فيه، لا هذيك عملها حاجة طبيعية واردة من اخلاقه من طبيعته. القي مرأة كبيرة عاونها، لملها دبابس وعاونها. هاي الحاجات اللي تفرح الواحد. شو معناتها تونس؟ كي تلقى التونسي للتونسي رحمة. هذا من الفيديوهات اللي لازمهم يتنشروا، هذا من الفيديوهات اللي لازمهم ينجحوا ويوصلوا باش تتبدل الفكرة التونسي وتفكرة كما قولوها التوانسة. واهم حاجة كان سمعتوه شنو قال الراجل يرحم والديه، هو ضرب عصفورين بحجر واحد. صورة جميلة للأمن وتعامله مع المواطنين، هذه أول حاجة. ثاني حاجة الصورة اللي تبعها في ولده في كلمة شوف الأمني متربي يعاون في المرأة ويلمدلها في الدبابس. شوف انت الطفل الصغير اللي هو قاعد، واحنا نعرفه الطفل الصغير حتى ولو تلقاه يلعب لكن عنده قوة تركيز وقوة ملاحظة. هو الولد كي يسمع الكلمة هذيك من بوه ويكبر على التفكير هذاك، يطلع يحب بلاده ويحترم امن بلاده، خاطر الكلمة هذيك راهي تأثر. كي تقول كي البو والمثل الأعلى للولد شكون؟ بوه. وقت اللي يسمع بوه يقول شوف الإنسان متربي يعمل هيك، حتى هو ولده نهار آخر كي راه مرأة كبيرة ولا راجل كبير ما يستعارش، يقول لك أنا شفت بوليس حرس يعاون، أنا ما نعاونش ويعاون. شوفوا كيفاش راهي التربية أجزاء، يعني كما يقولوا ديتاي صغيرة راه باش تبني شخصية جيل كامل شوية بشوية. شوفوا محلاها التصوير، شوفوا محلاها، وشوفوا محلانا احنا التوانسة في بعضنا كي تتنحى الكحولية من قلوبنا وينضاف مخاخنا. تحيا تونس ويحيا الشعب التونسي، وكل الاحترام والتقدير الأمن تونس والشعب التونسي، وتونس دايما في العلالي.